كلنا بنحلم نبقى مرتاحين ماديا، لكن مفيش اي حد علمنا ازاي نتعامل مع الفلوس. اتعلمنا نحسب لكن ما اتعلمناش نحوش، اتعلمنا نشتغل لكن مش نكبر دخلنا. والنهارده مش هنعرف بس حكمة رجل بابل، كمان هنعرف ازاي نطبق ده في حياتنا العصرية خطوة بخطوة. فيديو النهارده هيكون مقسم معانا لثلاث خطوات. الدرس الاول معانا النهارده ادفع لنفسك اولا وابدا ب 10%. لو بتكسب 1000 جنيه خد لنفسك 100 جنيه قبل اي حاجه، وده مش مجرد توفير، ده اعلان لنفسك انك بتحترم تعبك. جرب تحطهم في ظرف منفصل او في حساب بنك. ممكن اقول لك في النقطه دي فكره تطبيقيه، انك تعمل تحويل تلقائي للبنك اول ما مرتبك ينزل، 10% منه يتحولوا لحساب تاني. الدرس الثاني انك محتاج تعرف الفرق ما بين الرفاهيه والاحتياج. في فرق شاسع ما بين انا محتاج اكل وانا عايز اطلب دليفري، وفي فرق ما بين انا محتاج موبايل وانا عايز احدث موبايل. عشان نتحكم في النقطه دي قبل ما تشتري اي حاجه اسال نفسك، هل اقدر اعيش من غير الحاجه دي؟ هل هي حاجه ولا رغبه؟ هل فعلا وقتها دلوقتي؟ الدرس الثالث خليك صديق للميزانيه. قسم دخلك ل4 اقسام: 50% احتياجات اساسيه، سكن، اكل، مواصلات، 20% ادخار واستثمار، 20% رفاهيه، 10% تطوير ذات. لو عايز ادوات تساعدك في الحاجات دي ممكن تستخدم تطبيقات زي والي وبوك عشان تتابع مصاريفك يوم بيوم. استثمر بذكاء، مش لازم تبدا كبير. اركاد بطل قصتنا النهارده بدا بحاجات بسيطه، زي انه استثمر في تاجر بيعرف يشغله. اما بقى في الواقع بتاعنا وفي العصر اللي احنا عايشين، استثمر في كورس يعلمك مهاره جديده، اشتري كتب نافعه، او ابدا بمشروع صغير. فكر في المشاريع الاونلاين او حتى شهادات الاستثمار. مفيش استثمار بدون فهم، اقرا واسال وتعلم الاول. اخر درس معانا في اول خطوه، تسمع لكل الناس، مش كل نصيحه مفيده. خد استشاراتك الماليه من ناس جربوا مش بس بيستثمروا، واسال الناس اللي سبقتك في الطريق مش اللي لسه بيبدا. كده نكون اتنقلنا للجزء الثاني من الفيديو بتاعنا اللي بعنوان افكار ذكيه لحياة عصرية. أول فكرة فيه إنك تعمل صندوق للطوارئ. لو حصل ظرف طارئ، مرض، عطالة، حادث، مفيش أصعب إنك تفتش جيوبك وقتها. ابدأ بصندوق بسيط من 3 ل6 شهور من مصاريفك الشهرية، حطه في مكان آمن أو حساب بنكي مفصول. فكرة 2 في الجزء ده إنك ما تبقاش عبد للأقساط. الكريدت كارد والأقساط ممكن تكون فخ جميل، عشان كده قبل ما تشتري بالأقساط اسأل، هل أقدر أشتري الحاجة دي كاش؟ هل أقدر أعيش من غيرها دلوقتي؟ فكرة رقم 3، فكر في مصادر دخل متعدده. قد كان عنده دخل اساسي بس ما اكتفاش بيه، جرب تبدا بزنس صغير اونلاين، بيه حاجه بتعرف تعملها بايديك. جرب على مواقع الفريلانس زي فريلانس وابورك وخمسه. درس مهاره بتعرفها اونلاين او على ارض الواقع، وكل جنيه بيجي من مصدر تاني بيقربك من الامان. فكره رقم 4 في الجزئيه دي انك تتعلم تقول لا. اكتر حاجه بتضيع الفلوس انك بتحاول ترضي الكل. لو صحابك عازمينك كل يوم قول لا. عايز تشتري حاجه مش مقتنع بيها قول لا. عرض مغري ما كنتش ناوي تشتريه قول لا. الناس اللي بتبني حريه ماليه بتعرف تقول لا من غير اي احساس بالذنب. الجزء الثالث في فيديو النهارده، تعلم كيف تزرع الفلوس في ارض المستقبل. اول خطوه فيها انك تعلم نفسك ماليا. فلوس لغه، ما ينفعش تمشي وسط الدنيا من غير ما تعرف تقرا. ابدا بكتب بسيطه زي ابقى رجل في بابل، او حب الفقير والغني، او فكر ان تصبح غنيا. الخطوه الثانيه انك تعلم ولادك من دلوقتي. ما ينفعش ان احنا نسيب الجيل الجديد يتعلم من الاعلانات او التيك توك. علم ابنك يحوش جزء من العيديه. علمي بنتك تفرق ما بين الحاجه وما بين الرفاهيه. وفر لهم لعبه عن الميزانيه او العملات. الوعي المالي لازم يبدا بدري، ومش مهم انت بدات منين، المهم انك تبدا دلوقتي. مش مهم كمان مرتبك كام، المهم انك تستخدمه صح. اركاد عمره ما كان غني، كأنه تعلم يكون غني، وانت كمان تقدر. حط رجلك على اول الطريق، وفر 10%، اكتب ميزانيه، ابدا وتعلم من جديد. لان الذكاء في التعامل مع الفلوس مش موهبه لكنه قرار. ولو وصلت للجزء ده من الفيديو فانت من الناس اللي بتاخد خطوات حقيقيه للذكاء المالي. لو عجبك الدليل ده شارك الفيديو ده مع حد تعرف انه محتاج يسمعه، واكتب في التعليقات اكتر عاده ماليه عايز تبدا بيها من بكره. وخطوه جديده، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.